ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. في فيديو النهارده هنعمل مع بعض افكار سهله وبسيطه لتزيين ادوات المدرسه عشان تبقى شكلها شيك ومميزه. فيلا بينا نبدا مع بعض. واول حاجه واهم حاجه وهي شنطه المدرسه هنبدا بيها. فيلا بينا نزينها مع بعض. اول حاجه كانت عندي في الشنطه وهي الدبدوب ده كان جاي مع الشنطه. فانا مشتريتوش يعني، بس انتوا ممكن تشتروه عادي. وكان عندي الاشكال دي كانت بتاعه ميداليات، تمام. وفي برضو اشكال كانت بتاعه قلم، بس حطيت فيها حلقات فبقت ميدالية. يلا بينا بقى نبدأ. هحتاج برضو الحلقات دي كانت في الميداليات الاشكال دي، تمام. دي قوية وبتستحمل. هشيل بقى الورقة دي والاستيك، تمام. والجزء ده بشد واحدة منهم فبتتفك اهو. كنت بوريها لكم، تمام. حاولت افتحها فمعرفتش، فبقولكوا انتوا هتشدوا جزء واحد هتلاقوها اتفتحت معاكم بكل سهولة. اول ما شديت الطرفين طلعت يعني لو حد عنده ميدالية فيها البتاعة دي، تمام. بس بجد الحديدة دي بتغلب جدا، تمام. يعني غلبتني لحد ما قفلتها، بس انا قفلتها بالمقص، تمام. بعدين فتحتها دخلت فيها الدواير دي واحدة، بعدين قفلتها. ركبت اهو الدبدوب وكنت بشوف هحط انهي شكل من الاشكال اللي كانت عندي. استقريت على ده. اجيب بقى حلقة علشان اركبها في الميدالية. وريتكم تقفلوها ازاي بالمقص، تمام، من غير كماشة من غير اي حاجة. ده كان شكل الشنطة. محبتش ان انا احط ميداليات تانية عشان ما تبقاش اوفر، فكده تبقى سيمبل وجميلة. تعالوا برضو بقى نزين حاجة مهمة جدا وهي شنطة الدرس، او الشنطة يعني اللي بنروح بيها الدروس. فكل اللي احتاجته في التزيين بتاع شنطة الدرس، احتاجت خرز لونه بينك، واحدة لولي، واستك، تمام. ركزوا بقى دلوقتي في الخطوات علشان نعرف ازاي نعمل فيونكة بالخرز. مبدئيا على حسب انتوا حابين الفيونكة كبيرة او صغيرة. انا حطيت اول حاجة هنا تفهموا دلوقتي، حطيت 16 خرزة، تمام. بعد ما حطينا 16 هنحط بقى اللولي. واحدة لولي، تمام. اللولي هو اللي هيبقى الفاصل، تمام. فهعمل برضو بعد ما حطيت اللولي 16 خرزة تانيين. ده بيبقى شكلها. هندخل بقى كل طرف في اللولي. هجيب اول طرف وادخله في اول فتحة من اللولي، يعني مش هعكس، لا، من نفس الفتحة. واطلع من الناحية التانية علشان تكون لي الدويرة دي اول شكل يعني المعين. وبرضه هجيب الطرف ده وادخله في اللولي تفهموا اكتر وانا بعمل. فاهمكم قوي بصوتي، بس يا جماعة عشان انا من عندي برد صوتي راح خالص، فاعذروني. بس حبيت اعمل لكم الفيديو بدري شوية علشان انتوا كمان برضه تلحقوا تزينوا حاجتكم قبل المدرسة وكده. او بعد ما شدهم هيتبقى لنا، هنشد جامد بس هيتبقى لنا طرفين، تمام. دول برضو هنحط فيهم خرز. بس ده شكلها سهلة اوي يا جماعة. كل بقى واحدة من دول هدخل فيها 8 خرزات. طبعا بتقللوا الخرز لو انتوا مش عاوزين الجزء اللي يبقى نازل من الفيونكة ده طويل، او على حسب عاوزينه طويل بتزودوا الخرز، تمام. بس انا حطيت 8 خرزات. وفي الاول خالص علشان نعمل هيكل الفيونكة حطيت 16 خرزة، اوكي. دلوقتي هي ما بتاخدش وقت خالص والربط بتاعها سهل، تمام. هنربط بس الاطراف دي كذا مرة، بس انا كنت بضيقها. هنربطها بس كذا مرة وخلاص كده.
أسهل فيهم كانت تقدروا تعملوها بالخرز بأسهل طريقة. بعد ما تربطوها كذا مرة بجد مستحيل أي خرز يقع ومستحيل تتفك. بص أنا كنت عاملة منها الفوشيا ده تمام، بس كنت عاملة الأطراف 10 خرزات. بصراحة لقيت إن اللي هي أقل من الخرز أحلى تمام، وهي حطيت فيها حلقة وهي هحطها في الشنطة بتاعتي في السوستة بتاعة الشنطة، وهقفل الحلقة بالقص. ده شكلها الأخير بجد كيوت قوي ويلايقة مع الرسمة اللي على الشنطة كده نفس اللون. الفكرة اللي بعد كده زي المقلمة بتاعتنا، طبعا تقدروا تغيروا في ترتيب الخرز وفي ألوانه تمام. أنا هنا اخترت الشكل ده دبدوب تمام، وهحط خرز أبيض. دي تبقى أول دلية في القلمة. كل اللي عملته بس حطيت الدبدوب وابتديت إن أنا أحط الخرز الأبيض، وخليت الطرف في طرف أطول في الخرز أبيض يعني تمام، والطرف التاني خرز أبيض أقل علشان يبان إن الدبدوب في النص، يعني في النص كده هوريكم في الآخر. ده كان اللي قصدي عليه، وابتديت جبت الطرفين كده بتوع الخيط النايلون وهتنيهم اربطهم ربطة واحدة، بس انا اربطها جامد قوي. تمام، وهنقلب كده الخرز على الناحية التانية، فهيبقى ده الشكل، هو ده اللي هندخله في السوستة بتاعة المقلمة. هاجي عند الطرف اللي ربطت وهقص تمام. ممكن تقدروا عند الربطة دي تطولوا اكتر الخيط اللي لما نيجي نقلبها يعني يكون طويل، بس انا بحبها صغيرة. بس في مشكلة لما تعملوها صغيرة وانتوا بتدخلوا الخرز، هتشوفوا دلوقتي وانتوا بتدخلوا هتلاقوها ضيقة بس هتدخل برضه. بس عشان ضيقة اهو انا بدخلها في السوستة، خدت مني وقت، بس لو كبيرة هتبقى اوسع وتدخل بسرعة، بس انا بحبها زي ما تكون صغيرة. حطيت مع الدلاية، حطيت برضو شكل ميدالية من دي. دلوقتي فكرة زين بيها البوك بتاعنا اللي بنحط فيه المصروف وكده وفلوس الدرس تمام. هي برضو حاجة بسيطة جدا، هعمل دلاية، هحط خرزة بيضة وهحط قلوب من دي، فننوا زي ما انتوا عايزين بقى في الأشكال وفي الخرز وكده. عملتها اهو وقفلتها بنفس طريقة الدلاية بتاعة المقلمة. وهجيب بقى استيك عشان هنعمل وردة كده صغنطوطة نحطها في السوستة اللي قدام. وعلشان نعمل الوردة هحط 4 خرزات أبيض، واللون اللي في نص الوردة بعدين هدخلهم من الطرف بتاع أول خرزة اهو.
كده بقت نص وردة أو اتكونت نص وردة. اجيب بقى خرزتين تانيين يدخلهم في الخرزة اللي فوق اللون اللي في النص اللي هو اللون البينك، وبقت معانا أسهل وردة. أربطها من الجنبين وبس وأحطها في السوستة. جبت الوردة ودخلتها في حلقة ذهبي. نعمل دلوقتي ميدالية أو دلاية للموبايل. هحتاج خيط نايلون، تمام، وهحتاج خرز على حسب لون الجراب بتاعكم. حاولت على قد ما اقدر ان اعمله شبه التايجر. هحط اول حاجة 8 خرزات اسود، بعدين خرزة من اللي هو الابيض اللي بيلمع، بعدين واحدة بني، بعدين اقفل عليها بالابيض، وهكذا بقى. انتوا هتشوفوا دلوقتي ده النمط اللي همشي عليه. قلت برضه اوريكم في الميدالية ربطتها من تحت، تمام، كويس جدا. وده الجزء اللي هدخله في الجزء ده من الموبايل، وبيبقى جاي كده في الموبايل. هو ده الجزء اللي هدخل فيه الميدالية، تمام، من غير بقى ربط ومن غير اي حاجة، والطريقة دي سهلة اوي يعني. تمام، هبتدي بقى ادخلهم، بس زي ما قلتلكم عشان مش بحب بعد ما بدخلهم يعني كده تبقى الخيط النايلون باين، فبخليها صغيرة فبتدخل يعني بصعوبة، بس برضو بتدخل. بصوا بقولكوا بصعوبة، بس ولا دخلت معايا بسرعة وقصيت الأطراف دي. ده كده شكل الميدالية، سهلة جدا وسريعة وبسيطة خالص، أحسن كمان من نشتريها من المحلات. نقدر نعمل منها أشكال كتير. الآلة الحاسبة، اللي هو عليكي آلة متدمرة جدا. تمام، فدلوقتي هنزينها كده، نخليها حيوية شوية. بس أول حاجة همسحها عشان دي يا جماعة من سنة رابعة، بس والله يعني بتحنك. أول فكرة كنت عاوزة ألزق الرسمة دي، كنت محتارة ألزقها فين، بس بعد كده غيرت رأيي وما لزقتهاش. اجيب بقى ظهر الآلة وهزينه، تمام، مش الكفر، لأن الكفر بتاعها هحط عليه التيكت بتاع النيم اللي بنكتب عليه اسمنا وكده، تمام. حطيت بقى الستيكرز كده بأشكال ايه عشوائية، يعني هنا دي كان فيها سندريلا والأميرة أورورا. دي حاجة بسيطة برضه هنزين المفتاح بتاع البيت أو كده أو بتاع المكتب، المهم يعني المفتاح اللي عندكم هزينه بميدالية، تمام. أي ميدالية بقى عندكم، كان عندي الميدالية دي
مكتوب عليها only you. مامي يعني حطيتها بجد، يعني شكلها قمر قوي على المفتاح. الحاجات البسيطة دي اللي بتغير من نفسيتنا قوي. خلصنا التزيين يا بنات، جربوا الافكار دي قولولي ايه رأيكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد، واستنوا بقى الفيديوهات بتاعت سلسلة العودة المدرسة. باي.